نجيب اللحمة ونقطعها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وحطينا عليها دهنة. جايبين لية خروف قطعينها، وبصل كتير يعني حوالي 2 كيلو بصل كده. طبعا اللحمة الكمية اللي هتعملوها اللي تكفي كل واحد أضرب بيته، وورق لورا وفلفل اسود، وحطيت كل حاجة لغاية الفشة بتاعت الخروف حطيتها كمان مع اللحمة في الأول. الكبدة هنسيبها لما اللحمة تستوي. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله اهي كده اللحمة لما وصلت كده مش باين البصل وبقى حاجات بسيطة خالص. حطينا الكبدة، وطبعا الكبدة 10 دقايق وبنطفي. هنعمل الفتة بقى رقاق. لو هنقطع الرقاق قطع صغيرة، طبعا احنا عاملين الشوربة مجهزين الشوربة فيها حلة اهو. الرقاق قطعنا قطع صغيرة، وهنرش عليه شوربة سخنة، لازم تكون الشوربة سخنة. ونقطع طبقة رقاق تاني برضو ونرش عليها نفس النظام شوربة سخنة. وبعدين لما تكتفي الفتة احس انها كلها اتشربت بالشوربة، هصفي الشوربة الزيادة عن الفتة، وهتاكلي فتة ما شاء الله. والله عمرك ما اكلتها قبل كده، بس اعمليها بنفس النظام. ومن اللحمة طبعا اللي احنا عملناها وجهزناها عشان الفتة هنرش عليها من فوق. انت بتعملي طبقة الرقاق بتدخلها الفرن، لا اعمليها كده وكليها كده بنفس النظام. فتة ملوكي من الاخر، وبألف هنا وعافية.